يقول انا هاكل نايت تيكس اي 2 واسمح ليجيز انه ياكل روك تيكس جي 2، لكن كينج اف 1 عادي انا امتلك قطعه ريزاين. ازاي تمتلك قطعه يا توبالوف؟ الحصان اللي كلته على الاي 2 لا يستطيع انه يرجعه، لانه لو اكل قلعه ببلاش اكلها واكسب. ايه ده؟ طب وملكك الغير مفيش وزير بينضم، مفيش كاونتر بلاي بالقلعه، اي محاولات انك تعمل مشاكل تك شيل القطع من على البورد، قلعه زياده ريزاين. لكن يجيز يقول لتوبالوف لن استعيد الحصان. امال هتعمل ايه؟ الا تشتاق الى كمان نقله بريليانت موف روك تيكس اف 2؟ يا خرابي على جميع الحضور ربط الأحزمة، فيجيز بدأ في الانتحار. روك تيكس اف 2 بتضحي تاني؟ نعم. توبالوف يقول أنا لا أمتلك اختيار الآن، لأن كينج جي 1 الوزير قادم وبموت، فأنا مضطر آكل كينج تيكس اف 2. ماذا لديك يا يجيز؟ تستعيد القطعة؟ أفور كوين دي 7، ولما تاكل بيشوب دي 7، ولما تاكل أمتلك فرق ضعيف بيادئ سلكة باي باي. لكن يجيز يقول أنا مش مادد إيدي على الحصان، بل وزيري سيتقدم كوين اتش 2 بتشيك. هذا الملك لو رجع تاخد التشيك ميت، هذا الملك لو تقدم فيلي قادم والوزير بيموت وما تقدرش تغطي. لكن توبالوف يقول له حاضر سأتقدم بالملك واكل كينج تيكس اف 3، معايا قلعة كاملة زيادة قد كده. لكن يجيز يكمل وياكل كوين اتش 3 بتشيك والدور اكول عشان الكشات لا تنتهي. توبالوف يقول ما فيش الكلام ده، ملكي سيعود الى الاف 2 وما فيش تكرار. ليه ما فيش تكرار؟ كوين اتش 2 تطلع اطلع تنزل انزل، لا. لو لعبت كوين اتش 2 انا هنزل على الاف 1، معاك 2 تشيكس بس. لو لعبت كوين اتش 1 بغطي بالنايت باي باي يا كشات. ولو لعبت كوين اتش 3 بتشيك كينج جي 1 ملكش غير تشيك من الجي 4، وساعتها كينج اتش 2 ممنوع الحصان والوزير موجودين، ممنوع تشيك بالفيل الوزير موجود، وانا طالب الدي 7 باي باي. لكن اللي حصل ان يجيز قال انا مش جاي اكرر، امال عايز ايه؟ انا هاكل الفيل اللي على البي 5 عن طريق كوين اف 5 بتشيك، ولما توبالوف غطى بالوزير كوين تيكس بي 5 والدور ولع. توبالوف رسميا يمتلك فرق قلعة قصاد فيل، لكن بالمقابل يجيز يمتلك بدائين زيادة، منهم بداء سالك خطير على عمود الاتش، وفي ملك ضعيف على الاف 2، في ملك نسبيا ضعيف في منتصف